ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده طبعا ما ينفعش يبقى في موسم الزيتون والليمون وما نجيبش ونخلي احسن وافضل واوفر من اللي احنا نجيب من بره. معانا هنا الزيتون دلوقتي. الزيتون انا لما اجيبه نقعاه صح زي ما هو، اديله 3 ايام. اغسله في الصبح واغير له الميه، اصفيه من الميه اللي كانت فيه واغسله بميه تاني، وبعد كده احط له ميه جديده. وفي الليل زي كده 3 ايام، كل ما تغسل الزيتون وتنقعيه في ميه قام ينزل المرار اللي فيه، عشان حتى لما يطيب ما تلاقيش فيه مرار ولا اي حاجه. ده مش مفتحاه، لسه مفتح على التخليل على طول. ومعايا الليمون زي نفس النظام برضه. في ناس ما تحب تسلق الليمون وكده، انا مش همسلقه ومش هماجي عنده اصفر زي ما هو كده. اما انقع برضه 3 ايام. النهارده اليوم التالت اللي هخلوا فيه. برضه اشطفهم في الصبح واغير لهم الميه، وفي الليل اشطفهم واغير لهم الميه. لو خليت الميه لمده 3 ايام طبعا حاجه هتعفن منك وهتبوظ، لكن دي لازم تغيري لها الميه مره واثنين وثلاثه في اليوم. ومعايا الفلفل. هو في ناس لما تحب الفلفل طبعا مش هننقع الفلفل، بس تشطفيه كويس وتحوش الزر منه زي ما هوريكم كده. الفلفل الصغير ده احسن وافضل بكثير من الفلفل الكبير السخن ده. يعني هو بتاع التخليل، ما يتهريش منك ولا يبوظ. فاهمين؟ ومعانا الخل ومعانا زيت الاكل العادي، مش هنجيب زيت زيتون للتخليل. ومعايا الملح الجريش الخشن، مش الملح الناعم. الملح الناعم المطحون جاهز ده فيه ماده حافظه، فما تهري الحاجه منك. سواء حطيت لها ملح كتير ملح قليل هتتهرى منك، عشان الملح الاكياس الناعم فيه ماده حافظه. الملح الجريش افضل منه كتير. طيب هنا انا مش هجيب البطرمانات بتاعت التخليل العاديه برضه، عشان ابقى صريحه معاكم. كل تخليل اللي في الجرادل دياتي حتى هيقول لي ريحتها بويه وكده، او معجون، لا شايفين شكلها. لما كنا بنبقى شغالين في البيت او عندي او حد من قرايبي، فكلنا مولفين بنخلي في الحاجات اللي زي كده. غطاها متقفل تفتحي بالعافيه بعد كده، يعني افضل من البرطمانات العاديه اللي بتدخل هواء. داتي يعني لما تيجي المعجون اللي جواه، يمكن اي حد هيشوف الفيديو ده عنده خلفيه اللي اشتغل في بيته قبل كده، ان الحاجه لما تيجي المعجون جوه كيس. فاهمين؟ الكيس لما يترفع ونفضيه في جردل تاني، يعني نبوظ جردل او اتنين والباقي يفضل زي ما هو نظيف. مش هميتون معجون، يعني لا فيه ريحه معجون ولا فيه اي حاجه ولا اتحط فيه معجون اصلا. فاهمين؟ لما ناخد الكيس منه زي ما هو مقفول ونفضيه في جردل تاني نستعمل، لكن ده نظيف زي ما هو ومغسول كويس خالص ومنقوع في ميه برضه. وغير كده معقمينه بميه ساخنه. شايفين شكله؟ انا مخلل فيهم وهوريكم برضه انا مخللاه من قيمه 10 ايام. الزيتون بنفس الطريقه برضه هوريكم في اخر الفيديو. في يا جماعه ناس بتحط للليمون حبه البركه، وفي ناس تبشر جزر للزيتون والكلام ده كله. انا مش هنحط اي حاجه، هو الميه والملح ومعلقتين زيت كبار بس، عشان ما يربيش طبقه من فوق، مش اكتر من كده، والخل. وهوريكم معاكم. اول حاجه هبدا فيها الليمون. انا بحط شويه ليمون. في ناس بتحط زيتون مع ليمون، بس بصراحه مش هنفضلها. الليمون الزيتون مر شويه عن الليمون. بصوا انا مقسم الليمونه بالنص بس من غير ما افصلها على طول. الطريقه ديت انا بخلي بيها على طول، وغير كده ما تقعد معايا من السنه للسنه. انا هوريكم برضو الزيتون اللي انا عاملاه، ولا يتهرى منك ولا اي حاجه. في ناس لما تسلق الليمون نص سلقه وتحطه مع الزيتون عادي، بس لا ده كده يتهرى منك. وغير كده لما تكون عايزه تحافظي على الليمون والزيتون مده اطول، هيعيش معاكي، يعني مش هتلاقيه اتهرى منك وباظ، ولا هيغير لونه، هيبقى اصفر خالص. وهوريكم برضو بعد كده هتلاحظوا معايا في باقي الفيديوهات لما اطلع منها هقول لكم انا ده اللي خللته معاهم. وهفتح الجبنه دلوقتي اللي انا مخليها من 10 ايام وهوريكم. انا بحط مقسم الليمونه بالنص كده، ماشي. والليمون ده غسلها كويس خالص برضو. بقسم الليمونه بالنص واحط رج ليمون ورج فلفل. لو في ناس اما تحط زيتون مع ليمون، بس انا بصراحه مش بفضلها كده. كل حاجه مع نفسها احسن. احنا مش بنحب الليمون جوه، عشان كده بخلي جردل واحد من دول لو حد حب ياكل، مش اكتر من كده. يعني احنا بصراحه نحب الزيتون اكتر.
انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، بس هوريكم اول راك بس، وبعد كده هكمل الكميه كلها وارجع لكم بالحياة، بس هوريكم اول واحد وانتم معايا. هما الليمونات مش كتار، وغير كده حبايه الليمون اغلى من الزيتون، فمش هتاخد وقت في التفتيح. في ناس مش بتحب تفتح الزيتون، بس هو لما تفتحيها افضل، ما تطلعش معاك الليمونه منفوخه كده، عفوا الزيتونه منفوخه تبقى طالعه القشريه لوحدها والكلام ده كله تتهرى منك. لما تكون مفتوحه تشقيها بالسكينه من النص كده، اما تبقى حاجه بره وجوه حلوه خالص. تضحك عليا ميسيو، ميسي هو اللي بيصور، فعشان كده لما يتفرج هو ساكت، بس اما يضحك برضه لما اتلخبط في الكلام. جربي ميسي كده، جرب اوريهم شويه الليمون اللي عملناهم اهو يا جماعه كده، شويه بقعر الجردل، وبعد كده انزل عليهم بشويه فلفل راجي شويه كتار كده حلوين يعني. كده كده الفلفل احنا مش بنستغنى عنهم وناكله يعني. انا عندي عن نفسي عيالي ممكن ما ياكلوش الليمون ولا الزيتون، بس ياكلوا فلفل. شويه فلفل كده حلوين، ونكمل الكميه كلها. بعد شويه الفلفل دول اللي هحطهم هرجع براج ليمون تاني لحد ما تخلص الكميه كلها معايا، عشان ما اطولش عليكم. هكمل وهرجع لكم. اه يا حبايبي كده خلصت الليمون معاكم، فتحنا الليمون كله وحطينا الفلفل، وهو طبعا الجردل كبير عليهم، بس عادي يعني كده كده اما يتقفل كويس فما منوش غلط يعني، هو يبقى ناقص او ملان على الاخر. انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا مالناش في الليمون جوه. دلوقتي الزيتون زي ما قلت لكم برده كان منقوع 3 ايام، بنغسله صبح وليل واغير له الميه بتاعته. دلوقتي هنفتح الزيتونه كده في النص اهو، برضو رب في زيتون وشويه فلفل وبس. الزيتون قد هنعصر عليه كل بين شويه زيتون وفلفل مع بعض، هحصر ليمونتين 3. لو انت مش حابه تحطي عصير ليمون بس، ممكن تقسمي الليمونه بالنص وتحطيها ليمونه 2 3 على حسب ما متوفر عندك، بين كل شويه زيتون وفلفل. فتحه الزيتونه دي من النص هتخليها حلوه جوه حياكها بره وجوه. هعمل شويه عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم. عملنا شويه زيتون، بنفتح الزيتونه من النص كده، وبعد كده ايه نعصر كام ليمونه كده بين كل راس زي ما قلت لكم، كانك كمان تعملي محشي. شويه زيتون وفوقهم شويه فلفل، وتعصر ليمونتين 3 كده على حسب ما متوفر عندك، وبرضه ما اسيبهم بقشرهم يعني، اعصرهم واسيبهم بقشرهم. القشره يسحب المراره في الزيتون، ولو مش حابه تحطي القشره او تعصري ليمون كده، اعصري كده كوبايه ليمون وحطيها على الجردل كله زي كده. ده الزيتون 7 كيلو والليمون 6. انا عامله برطمان تاني جردل زي كده لو زيتون برضه في 7 كيلو برضه هوريهولك. ونكمل بنفس النمط، حطيت الزيتون زي ما وريتكم والليمون وادي الفلفل على حسب الكميه اللي عندك. وانا بصراحه بحب اكتر الفلفل عشان البيت كله عندنا ما يحب الفلفل المخلل. اللي مع المخلل ده كان بيبقى احلى بكتير من انت تخليه لوحده. هنحط شويه حلوين كده بين كل طبقه وطبقه، وبعد كده هنكمل كله بنفس النمط، زيتون ليمون وفلفل. بعد ما اخلص الكميه كلها هرجع اقول لكم الحياه ازاي معايا. هاي يا حبايبي كده خلصنا الليمون والزيتون معاكم والفلفل وخلصنا حاجتنا. هنحط شويه خل شويه حلوين كده، قبل ما نضيف الميه بملح. هو اللي هنحطه هنا، هو اللي هنحطه هنا. الخل يخليه يحتفظ بلونه وما يخليه يطيب ويستوي كويس. هنحط شويه زيت، ده زيت اكل عادي، في ناس بتستعمل زيت زيتون، بس انا عادي بستعمل في كل مخلل زيت الاكل العادي. شويه كده
بس عشان اول ما تضيف الميه هتلاقي الزيت عمل طبقه من فوق ما لما المخلل يستوي ما يبقاش فيه طبقه تعمل على الوش كده تخيم من فوق وتبقى وحشه او يتهرب منك. دي هتمنع الهواء، الزيت هيمنع الهواء وصوله للمخلل بتاعك. كده حطينا الخل هنا وهنا والزيت وكله تمام. يا دوبك هنحيد الميه ونحطها. طيب في خطوه عادي، لو ده ملح الجريش العادي الخشن اهو، ده افضل حاجه للتخليل. ما تضيفيش الملح العادي الناعم. هنحط كده. طبعا مش عارفه تقيس معيار الملح بتاعها في الميه، مش عارفه تظبط يعني. بس لو الملح قل المخلل هيتهري منك، ولو الملح زاد قوي زياده عن اللزوم هيتهري منك برضه. طب تظبطيها ازاي؟ في حركه بسيطه كده بس محدش يضحك علينا. انا في الاول لما كنت اخلل ما كنتش بعرف اظبط الملح، بس في حد قال لي عليها بصراحه او انا دلوقتي اتعلمت، بس انا حبيت اوريها لكم فيديو. ادوب الملح في الميه كويس وبعد كده هوريكم اياه الاختبار اللي هنعمل نشوف الميه معاكي نجحت ولا لا. لو مش هتعرفي تحيك الميه كويس تحت المخلل وعشان ما يتهريش منك وخايفه تاخدي الخطوه دي جربيها. دي معايا بيضه نيه، بيضه نيه ما فيهاش مش مسلوقه ولا حاجه، بس غسلينها كويس عشان تحطيها في الميه تبقى نظيفه. اهي بيضه عاديه خالص غسلينها وهتدوب الميه في الملح. طيب لو الميه ما واخداش الملح الكفايه ليها البيضه هتنزل تحت. شايفين؟ جرب يا مسيو، جرب. شايفه البيضه ركنت تحت ازاي؟ اهي عشان الميه مش كفايه في الملح. طيب احنا غاسلين ايدينا عادي، هنحط ملح تاني ونظبط الميه. كده الميه عايزه ملح تاني يا جماعه. هنحط كل ما تضيف وتحس ان البيضه نازله لتحت تعرف ان الميه بتاعتك محتاجه ملح. اوريكم كده ضفنا ملح تاني. اول ما البيضه تعوم على وش الميه تعرف ان الميه بتاعتك كده مستوى الملح فيها كويس مظبوط يعني. شايفين لسه الغطسه شويه لتحت، برضه هنضيف ملح تاني. اهي يا حبايبي كده شايفين البيضه رفعت نفسها لفوق. تعالي يا مسيو جرب. شايفين البيضه اللي كانت غطسه تحت بقت فوق كده، تعرف ان الميه بتاعتك بقت كويسه خالص كده، الملح مظبوط. شايفين في الاول كانت تحت. طيب نظبط ندوب برضه الملحيات وارجع لكم. هاي يا حبايبي كده اتاكدنا من الملح ده كله، وهاي البيضه قدامكم تاني. شايفين عايمه من على الوش كده، تعرف ان الحياك بتاعك مظبوط. لو مش هتعرف تحاجي مع نفسك يعني من غير البيضه. ماشي. وش المخلل هو كده ينفع معانا، بس لما نحط الغطا هينزل تحت كله. شايفين؟ جربي ماسي كده. بصوا يا حبايبي الزيت عامل طبقه عازله بين بتاع المخلل ووش الجردل من فوق. اول ما هنضغط دلوقتي هوريكم عاد هنزل ده كله ازاي لتحت.
هنكمل الميه هنا. والليمون جربي مسيو اهي يا حبايبي. برضو كده قاعده هنغطيها، بس في خطوه صغيره هوريها لكم. دقيقه واحده وارجع لكم. بصوا يا جماعه، ده كيس نظيف خالص بتاع المطبخ غسلان اهوتي، باين الميه فيه. هتيجي على وش الجردل كده وتروح حطاه. ده حتى لو الغطا بتاع البطرمان او الجردل اللي انت حطاه داخل له هواء، تضمن ان كده الهواء مش هيوصل للمخلل بتاعك، ولا هيرد طبقه ولا هيتهرب منك. ماشي. تعالى بس وجرب هنا وريني الجردل دافي اهو يا حبايبي. كده مقفل، هتحط الغطا عليه، تيجي تفتح عليه عاد من يكشي شهر يكشي سنه، هتلاقيه زي ما حطيتيه زي ما لقيتيه اهو. شايفين الجراد اللي بقول لكم عليها دي 100 100. وده زي كده برضو اهوتي. خلي ثانية لجوه مش لفوق عشان ما يدخلش هواء اهو. اهو يا حبايبي. اتمنى يا جماعه اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو يشترك لو مش مشترك، وحط لايك عشان ترفع الفيديو. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي ما يعمل بنفس الطريقه دياتي يكتب لي في التعليقات. ولو الطريقه عجبتكم برضه حد جربها ونفعت معاه يكتب لي في التعليقات. هوريكم دلوقتي المخلل اللي انا مخللاه اهو. ده عملته من قيمه 10 ايام كده. شايفين شكله؟ شايفين شكل الزيتون والفلفل؟ قرب المسك تحت. شايفين ده كده لسه ما استواش كمان. بصوا ده عاملينه من قيمه 10 ايام بس. شايفين شكل الزيتونيه؟ بصوا. والفلفل ده لسه ما استواش، احنا عاملينه من قيمه 10 ايام. شايفين الشكل برضو نفس شويه الزيت اللي بنحطه من فوق وما يحفظوا شكل المخلل. بصوا شايفين الزيتون ولسه ما استواش، ده يعني اديله 10 ايام بالظبط دلوقتي. يلا كده يا حبايبي، وصلنا معاكم لاخر الفيديو، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك.